الاهلي يعلن اصابه ياسر ابراهيم قبل مواجهه بورتو. وكشف احمد جاب الله طبيب الاهلي عبر الموقع الرسمي بالنادي الاهلي ياسر ابراهيم يعاني من الام في العضله الضامه تعرض لها خلال التدريبات الاخيره قبل مواجهه بورتو. وصول امام عاشور الى مصر في 7:30 من صباح اليوم لبدء فتره الراحه والعلاج. محمد شريف لسه منتظر اي كلمه من الاهلي لحد دلوقتي، ولو الاهلي طلبه مش هيشترط في اي حاجه، ولو الاهلي قال له شكرا ما تزعلش منه لو راح الزمالك او بيراميدز او اي فريق تاني. كوكا جاهز لمباراه بورتو، والاقرب هو يحيى عطيه الله لمركز الباك الشمال. الاهلي يتلقى عرضين من البنك الاهلي والمصري لرحيل عمر الساعي بعد عدم سفره مع بعثه الاهلي لكاس العالم للانديه. هناك شبه اتفاق على رحيل كريم ندفد عن الاهلي لاحد انديه الدوري المصري، والاقرب هو سيراميكا كليوباترا او المصري البورسعيدي لرغبه المدير الفني علي ماهر في ضمه هناك وعدم حاجه النادي الاهلي لخدماته. هناك عرضا من سيراميكا كليوباترا لضم المغربي رضا سليم. إدارة الأهلي أبلغت عبد القادر أن الحديث بشأن مستقبله سيتم بعد نهاية مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية، وعبد القادر يرفض الخروج على سبيل الإعارة في الفترة المقبلة، ويشترط فسخ تعاقده مع النادي الأهلي والرحيل لنادي الزمالك أو نادي بيراميدز، والأقرب هو نادي الزمالك لو تم فسخ تعاقده مع النادي الأهلي. الأهلي متمسك باستمرار بن شرقي وطاهر محمد طاهر بعد العودة من المونديال ويرفض رحيلهم، لكن النادي الأهلي يناقش عرض حسين الشحات للرحيل فقط. ريبيرو يجتمع مع اليو ديانج في معسكر الأهلي من أجل تجهيزه لمباراة بورتو البرتغالي في الجولة الختامية في كأس العالم للأندية. ان شاء الله في حاله صعود الاهلي الى دور ال 16 الاهلي يحصل على 481 مليون جنيه مكافاه الفوز والصعود. العين الاماراتي يخسر ب6 اهداف مقابل لا شيء في مباراه مانشستر سيتي، ويخسر ب5 اهداف من يوفنتوس في الجوله الماضيه، ويودع كاس العالم للانديه رسميا. واداء كارثي للمدافع رامي ربيعه، ويتسبب في ركله جزاء في مباراه مانشستر سيتي.